النهارده هعمل طاجن بسله باللحمه في الفرن. اول حاجه اجيب كده حله وعليها معلقه سمنه، واحط قرنفل وحبهان وكزبره حصى وورق لورا وشويه شمر كده صغيرين وشويه كبابه صيني وفلفل اسود حصى. انا ما كانش عندي فلفل اسود حصى، فجبت الفلفل اللي هو انا لما بطحنه وبصفيه كده بالمصفى بيتبقى عندي شويه كده ما بيطحنوش، فهو ده اللي انا استخدمته. وهحط عيدان توم كمان، وبعدين هنزل باللحمه. انا طبعا عامله تصوير سريع، بس انا سبتها شويه كده لحد ما خدت لون، وبعدين قلبتها على الوش التاني، سبتها برضو شويه لحد ما خدت لون، وبعد كده قلبتها تقليبه كده بحيث ان هي تاخد من طعم التوابل اللي انا حطاها دي كلها. وبعدين حطيت عليها ميه بتغلي، وانا مش محتاجه شوربه، انا بس هديها مرحله تانية في السوا. يعني انا تقريبا هسويها على 4 مراحل. هسيبها يعني مثلا تلت ساعه كده لحد ما الميه بتاعتها تتشرب خالص، وهتابعها طبعا عشان الميه ممكن تنشف ولا اتحرقت مني، هتابعها كده ولما تنقص الميه هزودها. وبعدين قطعت البصل على ايدي كده صغير كده وعيطت لي شويه حلوين، وبعدين جيت للجزر قطعته برضو مكعبات كده، والبسله كنت جايباها فريش واتفرطت اهي واتغسلت. وبعدين خدت اللحمه وقمت مصغراها بس شويه كده وحطيتها في شويه زيت، وبعدين هحط البصل واقعد اقلب فيهم شويه كده. بالمناسبه وصفه الفاصوليا اللي عملتها قبل كده، طبعا ده اكتر فيديو حاليا عامل لي مشاهدات، واضح ان هو يعني عجب الناس قوي. بس التعليق اللي جالي عليه ان هو يعني الوصفه حلوه بس لو كانت تتعمل في طاجن. انا عن نفسي عشان احطها في طاجن لازم تبقى بلحمه، انا يوميها كنت عاملاها بفراخ، فعشان كده ما حطيتهاش في طاجن. فجات لي فكره بقى ان انا اعمل البسله باللحمه في طاجن. حطيت كده مكعب مرقه ونزلت بالجزر وقعدت اقلب فيه شويه كده حلوين. الجزر برضو بيحتاج سوا، البسله نفس الكلام برضو بتحتاج سوا. هنزلها عليهم واقعد اقلب فيها، وبعدين هاخد الكلام ده كله كده على الطاجن وهنزلهم. وبعدين في نفس الحلة اللي عملت فيها اللحمة والبصل والكلام ده كله هقوم نازلة بالصلصة، وانا بضربها في الخلاط برضو حط عليها يعني زي معلقة صلصة كده جاهزة. هحط بقى ملح وفلفل والكلام ده كله، وهسيبها تغلي مثلا يعني 5 دقايق 10 دقايق مش اكتر من كده، وهسيبها تكمل سواها وتسبيكتها في الفرن. سبتها نص ساعة واديتها وش كده تحت الشواية وبس.